تخيل ان كل دوسة بتدوسها بصباعك دلوقتي الموبايل بيترجمها للغة تانية خالص اسمها ريست اي بي اي. الريست مش لغة برمجة، ده نظام او قواعد ثابتة عشان الابليكيشنز تفهم بعض. اهم قاعدة فيه ان اي حاجة عايز تعملها بتتلخص في 5 افعال او فيربس اساسية. تعال نطبق ده على فيسبوك مثلا. لو فتحت البروفايل وبتتفرج انت كده بتبعت جيت ريكويست، بتقول للسيرفر هات لي الداتا بتاعت البروفايل ده. قررت ترفع صورة جديدة، ده اسمه بوست ريكويست، بتقول له خد خزن الداتا دي عندك. اكتشفت غلطة في الكابشن وعايز تعدلها، هنا هنستخدم باتش او بوت. في حاجة مش عاجباك في الصورة مسحتها، هنا هنستخدم ديليت ريكويست. هو ده الريست، بيحول طلباتك المعقدة لأفعال بسيطة. والأحلى كمان إن الريست غالبا بيتكلم بلغة موحدة اللي هي جيسون، عاملة زي ما نكون كلنا اتفقنا نتكلم إنجليزي عشان نفهم بعض في أي مكان في العالم، سواء أندرويد، آيفون أو حتى غسالة. بس ثانية واحدة، أنا قلت في التعديل بنستخدم بوت أو باتش وعديتها كده، بس هما مش زي بعض. قول لنا إيه الفرق ما بينهم وإمتى نستخدم كل واحد فيهم. أنا مروان ممدوح ودي مروان لابس.